رئيس الجمهورية غاضب. الرئيس عبد المجيد تبون غاضب حقا وغير راض على وتيرة معالجة الحكومة للعديد من الملفات. نعود الجملة لأنها خطيرة ومهمة، وصدرت قبل قليل في مقال نشرته وكالة الأنباء الجزائرية. رئيس الجمهورية غاضب حقا وغير راض على معالجة الحكومة، على وتيرة معالجة الحكومة للعديد من الملفات. البارح كان هنالك مجلس الوزراء، واليوم صدر هذا المقال عبر وكالة الأنباء الجزائرية يدعو إلى قراءة ما بين الأسطر لمخرجات اجتماع مجلس الوزراء بالأمس. كيفاش قراءة بين الأسطر؟ يقول المقال إن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي استطاع أن يحدث التغيير بالجزائر في ظرف 3 سنوات رغم بعض الأمور غير المتوقعة، يظهر جليا أنه سيتعين عليه اتخاذ إجراءات صارمة لوضع حد لثقافة التقاعس التي تعيق تجسيد بعض الإجراءات المتخذة. فرئيس الجمهورية الذي انطلق في سباق حقيقي مع الزمن والذي على علم بما يجري يدرك تماما حسب ما قال وكالة الأنباء دائما أن علاجات أخرى تفرض نفسها من أجل القضاء على هذا الورم الخبيث المعروف باسم البيروقراطية. بالمناسبة ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس بهذه اللغة عن البيروقراطية وبأنها تعيق تنفيذ الكثير من القرارات المتخذة على مستوى الرئاسة. ولهذا فإن بيان مجلس الوزراء اليوم أمس وجب تحليله بل قراءته ما بين الأسطر. نعم، فعنوان مثل غضب الرئيس يلائم بالفعل وبوضوح مضمون البيان، ثم يشرح، لأنه يضع العنوان غضب الرئيس ويشرح. الرئيس غاضب حقا وغير راض على ماذا؟ على وتيرة معالجة الحكومة للعديد من الملفات، حيث أن الآجال الطويلة والأرقام التقريبية غير الدقيقة والقرارات التي تحدث الاختلال والارتباك على يوميات المواطنين وعلى المتعاملين الاقتصاديين قد أثارت حفيظة الرئيس. فعندما يتحدث رئيس الجمهورية عن هيبة الدولة يفهم البعض التسلط، ولما يشدد على حماية المنتوج الوطني يفهم البعض الحمائية. فرئيس الجمهورية لم يأمر حسب المقال أبدا بهدم بنايات غير قانونية، هذا في إشارة إلى القرار نتاع أمس معالجة ملف البنايات المأهولة وغير الشرعية، بل أمر بأخذ الإجراءات اللازمة كي لا يتكرر ذلك مستقبلا. فالتحرك يجب أن يكون بصفة قبلية، يعني قبل ما يكون هنالك بناء أو يكون هنالك إقامة أو تقطنها العائلات، وليس بعد إنجاز البناية والإقامة فيها. إن رئيس الجمهورية يعمل من أجل جزائر منفتحة على العالم وليس من أجل بلد منغلق، فلم يأمر قط بمنع الاستيراد، ذلك أنه لا وجود للاكتفاء الذاتي في أي بلد في العالم. هنا نقطة الاستيراد. البارح أيضا في بيان مجلس الوزراء شرح بأن الاستيراد أو تقليص فاتورة الاستيراد لا يعني حرمان المواطنين من الحاجيات التي يرونها ضرورية في الأسواق، ولكن يشرح أيضا فالواردات ضرورية، ورئيس الجمهورية أمر بوضع حد للفوضى، أي بمعنى الاستيراد لمواد لا يحتاجها المواطن. وضع حد للفوضى وليس منع للاستيراد في حد ذاته. كما فرض تطهير القطاع لوضع حد لظاهرة تضخيم الفواتير، وسمحت هذه العملية بالكشف وحذف عدد معتبر من المستوردين المعنيين بهذه الظاهرة. انخفض عددهم من 43 ألف مستورد إلى 14,096 مقيدين بالسجل التجاري. ثم في نهاية المقال نقرأ إن المواطن خط أحمر ورفاهيته أولوية الأولويات.
إذ أن عمل رئيس الجمهورية يهدف برمته إلى إبراز أمر أساسي مفاده أن الجزائريين الذين انتخبوه في 12 ديسمبر 2019 لا يريدون الرجوع إلى الماضي، إلى ممارسات الماضي، ولا إلى التسلط أو الحمائية، ولا إلى الحجرة والمظاهر الكارثية لبلد كان منغلقا وفي قبضة بعض البيروقراطيين الخطيرين. إن جزائر سنوات 2020 مختلفة جذريا، تسير على السكة الصحيحة، ويقودها رئيس كسب تقدير جميع فئات المجتمع. فرئيس الجمهورية يسير وفق قناعاته القوية والتزاماته 54 ورغبات شعب يتطلع للمستقبل. رغبته الوحيدة هي أن يجعل الجزائريين فخورين وسعداء في جزائر قوية تسير التطورات الحاصلة في العالم. نقطة، وانتهى مقال وكالة الأنباء الجزائرية. قبل ما ندخل قلت ندي فقرة ونخلي فقرة، وجدته يقرأ كاملا، يعني لا تبتر منه فقرة دون أن تترك فقرة أخرى، لأنه مرتبط وفي أشياء خطيرة. وهذا المقال بقدر ما يدعو إلى قراءة لما بين الأسطر في الاجتماع تاع البارح، يمهد إلى قرارات ستكون حاسمة. ماشي من عندي هذا الهدرة، وإنما يقول المقال يظهر جليا أنه سيتعين يعني في المستقبل القريب البعيد المتوسط مانيش عارف اتخاذ إجراءات صارمة لوضع حد لثقافة التقاعس. سيتعين اتخاذ إجراءات صارمة، لأنه يبدو بأن الإجراءات السابقة لم تكن كافية، وهذا الورم الخبيث البيروقراطية ما يزال حتى الآن يتمدد ولا يريد أن يتبدد. فكلام كبير، كلام خطير. العنوان يكفي: الرئيس غاضب، الرئيس غاضب. فما الذي يعنيه كل هذا؟ ما الذي يترتب عليه؟ مسائل مرتبطة أيضا بالقدرة الشرائية للمواطنين. إذا لم يغضب الرئيس على وضعية المواطنين اللي يروحوا للأسواق يوميا، وقلناها في هذا البرنامج، فيصطدمون بالأسعار. الرئيس يقول توفير المواد الأساسية وبأسعار مناسبة، يروح المواطن المغلوب على أمره يجد مواد تختفي بعدما كانت هنالك محاربة للمضاربة وغيرها، ويجدها أحيانا بسعر لا يتناسب مع قدرته الشرائية. فهنا يحق لصانع القرار أن يغضب، لأن قراراته لا تصل إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين. والمواطن يحليل، قلناها في البرنامج أكثر من مرة، لا يجد تفسيرا أيضا لما يحدث في الأسواق عشية رمضان. فكل هذه المواضيع مرتبطة ببعضها البعض. زيادة على قضية الاستيراد، هذه كان لابد من شرحها. قضية الاستيراد هذه يجب شرحها. في نهاية المطاف الرئيس كان يقصد الاستيراد، فوضى الاستيراد هي التي يجب أن تتوقف، ليس الاستيراد في حد ذاته. سوف نتكلم عن هذا الموضوع بتفصيل اليوم. دعوني أشرك